الاداء المشرف في الماتش امام بطل النيجر وادائك المتغير تماما واللي بنتمنى لك مزيد في الفتره القادمه. بقول لهم الحمد لله طبعا على الصعود وعلى الاداء طبعا، وده اللي احنا كنا عايزينه ان احنا نكسب، والناس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب بره وجوه، وان شاء الله تبقى بدايه لنا في البطوله الافريقيه. شايف الماتش اتغير بعد نزول حازم امام بديل في الشوط الثاني؟ هو الماتش كان موجود في الشوط الاول واحنا كنا محتاجين ان احنا نقفله، فاحنا قفلناه طبعا، وكنا عايزين من كنا ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه في الشوط الاول وكده، والشوط الثاني طبعا احنا عارفين ان هم هيفتحوا كده، فطبعا الكابتن نزل حازم عشان يستغل سرعته وكده، فالحمد لله يعني. شايف ماتش اتحاد الشرطه اللي جاي ازاي في مسيره نادي الزمالك؟ طبعا ماتش صعب مع فرقه محترمه، وان شاء الله يعني باذن الله تبقى عقبه ونقدر نتخطاها باذن الله. شايف الاداء مختلف مع كابتن ميدو؟ اكيد طبعا اي مدرب بيبقى ليه اداء وليه شغل تكنيك في الملعب وكده، الناس كلها شايفه طبعا. طموح المنافسه على بطوله افريقيا السنه دي هيتغير عن السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله، ويا رب احنا نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله حافز لينا ان شاء الله. توعد جماهير الزمالك بحاجه طيب؟ ان شاء الله باذن الله، يعني السنه دي نوعدهم باذن الله بكام بطوله، يعني السنه الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، السنه ان شاء الله يبقى بدل واحده يبقوا اثنين.